أعلنت من قبل بأن أمور حسمت قبل تقديم الملفات وقبل الزيارات التفقدية وقبل التصويت، وبأن المغرب سينظم البطولة 2025. لا زلت أعتقد ذلك، ولكن التغيير المرتقب، أنا دائما أتحدث عن توقعات مبنية على معطيات ومبنية على معلومات من داخل البيت الإفريقي. قلت بأنه الاتحاد الإفريقي أو الأعضاء 23 الذين سيصوتون أعطيت لهم التوجيهات بأن يصوتوا على المغرب في بطولة 25، وأعطيت لهم التوجيهات أيضا الآن لكي يصوتوا على الجزائر في بطولة 27 وليس 29. الأمر هذا قد يغضب نيجيريا وبنين، لأنه تعلمون بأنه منذ أكثر من 3 عقود الاتحاد الإفريقي لا ينظم بطولتين متتاليتين في منطقة على حساب منطقة أخرى بين الشمال وبين الجنوب. فكان من الصعب تصور تنظيم البطولة في المغرب ثم في الجزائر، أو في المغرب ثم في مصر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا. فهل تقبل نيجيريا الآن بأن تنتظر إلى غاية 29؟ لماذا هذا الجديد؟ لأنه الاتحاد الإفريقي وقع في إحراج كبير جدا بعد أن شاهد ذلك التنظيم الرائع جدا للجزائريين في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وتلك المرافق الرائعة وتلك الأصداء الكبيرة جدا للمسؤولين الكبار على مستوى الهيئة الدولية والهيئة القارية. وقع في إحراج الآن، يقول لك نعطي المغرب 25 ونيجيريا وبنين 27 والجزائر 29، معناها أنه لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الذي تشهده الجزائر. يلا سنعطي التوصيات بتنظيم بطولة كأس افريقيا 25 في المغرب كما وعدنا وكما اتفقنا، ونعطي الجزائر حق تنظيم بطولة 27، وبعدين نترك نيجيريا وبنين لتنظم بطولة افريقيا 29. صحيح ان المغرب يستحق، ولكن صحيح ايضا ان الجزائر تستحق ان تنظم 25. مهم نظمنا 25 او 27، اعتقد بانه الجزائر ستكون في الموعد، واعتقد باننا لا يجب ان نتوقف عند هذا التفصيل وهذه الجزئيه، يجب ان نتعلم دروس اخرى. سنتفرغ لامور اهم بكثير من تنظيم بطوله كاس افريقيا للامم التي سننظمها بامتياز في سنه 27، وسننظم احداث رياضيه اخرى كرويه وغيرها بامتياز كذلك بعد كل هذه الانجازات التي حققناها على مستوى المرافق وعلى مستوى التجاوب الجماهيري الذي يبقى مكسب كبير وكبير جدا، لانه هذا التجاوب الجماهيري ينم عن وعي كبير جدا وعن انخراط الجماهير الجزائرية في المنظومة الجديدة التي تريد أن تتميز وتبدع وتتألق في المنافسات الرياضية وفي تنظيم أيضا المنافسات الرياضية. إذن باختصار أتوقع بأنه الكاف ستقرر، لكن ليس قبل كأس إفريقيا للناشئين المقررة في الجزائر نهاية أفريل المقبل، حتى لا تحرج الجزائر. أتصور بأنهم سينتظرون إلى غاية ما بعد كأس إفريقيا للناشئين، وربما إلى غاية الصيف ليقرروا 2025 في المغرب، 2027 في الجزائر، و2029 في نيجيريا وكذلك في بنين. ونحن أيضا سنتفرغ أيضا لأمور أهم جدا من الكرة ومن تنظيم كأس أفريقيا في منحنى تصاعدي تشهده الجزائر على مستويات كبيرة وكبيرة جدا. طبعا لن نمر مرور الكرام على نتيجة رائعة جدا للهلال السعودي الذي تأهل إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية بامتياز.